أهلا ومرحبا بكم في موقع كيداهم. نقدم لكم اليوم موضوع عن خلطات عشبية لتنحيف الأرداف والبطن. الخلطات ديت هم خلطتين، خلطة عبارة عن مشروب والخلطة التانية من استعمال خارجي، استعمال موضعي يعني. تعتمد بشكل رئيسي الخطوة الأولانية أو الخلطة الأولانية اللي بتتكون من الشاي الأخضر والزنجبيل اللي انت هتشربيها بإذن الله، بتعتمد أكتر على الشاي الأخضر. فالشاي الأخضر مسؤول جدا على حرق الدهون المتراكمة، ممتاز جدا. الفكرة كلها ان احنا هنحضر مقادير وعبارة عن نسب متساوية من الشاي الأخضر والزنجبيل والنعناع أيضا وقشر الرمان المطحون وعشبة الهليون. هتحط كل المكونات دي في كوب واغلي مية، وبعد ما تغلي المية صبيها في الكوب وغطي الكوب عشان الزيوت الطيارة. ممكن أيضا تحط المية في إناء وتحط عليه المكونات دي كلها وتغليها على النار زي ما انت عايزة، اعملي بالظبط. المهم ان انت تشربي كوب من المشروب ده الصبح على الريق. ممكن ايضا تعملي خلطة اللي احنا بنقول عليها ايه، كريم موضعي كده. هي مش كريم، هي بتعتمد اكتر على القهوة. الفكرة كلها ان انت تجيبي 3 معالق من القهوة وتعمليهم مع مية دافية، مية سخنة يعني، وايه يعني تخليهم يبقوا عاملين كده ايه، طري شوية، وهتيجي على اماكن البطن مثلا والارداف وتبداي تدعكي بيها المنطقه ديت بثلاث المعالق القهوه دول اللي معمولين في الميه، تدهني بيهم كويس، تدهني بيهم في الارداف والبطن وبشكل يومي. يعني كل يوم تدهني بيه. لامتى بقى؟ تفضلي تدهني مثلا من 10 دقائق لربع ساعه، وان شاء الله هتلاحظي نتيجه ما تكرريها بشكل يومي. وما تنسوش تشتركوا معنا في القناة من خلال زر سبسكرايب اللي موجود اسفل الفيديو، وممكن ايضا تعرفوا على الكثير من الخلطات اللي موجودة عندنا في خلال الموقع اللي موجود اسفل الفيديو برضه. شكرا لمتابعتك معنا. اشتركي بسرعة معانا دلوقتي في قناة كيداهم من خلال زر سبسكرايب أو اشتراك اللي موجود أسفل الفيديو بالشكل ده.